قصة المعجب المجنون مع محمد عبد الوهاب. في مايو سنة 1960 حصلت وقعة غريبة جدا لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. كان لابس ومتشيك ومستني الأسانسير، وفجأة كده وبدون مقدمات جاله واحد وقال له: سعيدة يا أستاذ محمد. رد عبد الوهاب وقال له: أهلا وسهلا، مين حضرتك يا فندم؟ الراجل قرب أكتر منه ووشه اتقلب وعينيه بتطق شرار وقال له: يعني مش عارفني؟ أنا أحمد فراج، أنا اللي صنعت مجدك، أنا اللي عملت كل ألحانك. محمد عبد الوهاب اتصدم من كلامه وبدأ يستوعب إنه بيكلم واحد مش مظبوط، ولسه بيفكر يبعد عنه. طلع الراجل طوبة من ورا ظهره وفضل يضرب في محمد عبد الوهاب. عبد الوهاب فضل يصرخ بصوت عالي جدا، والنضارة طارت من على وشه وما بقاش شايف حاجة من الدم اللي سايح على وشه. في اللحظة دي الأسانسير نزل، وكان فيه الأسطى محمد كامل السواق اللي كان ساكن في نفس العمارة. ولما شاف اللي حصل والراجل عمال يضرب في محمد عبد الوهاب وبيقوله: ما تعرفنيش؟ طب خد. وقام الراجل المجنون مطلع مقص من جيبه وكان هيضرب بيه محمد عبد الوهاب، لكن الأسطى محمد جري عليه بسرعة وزقه بعيد. وعبد الوهاب جري على شقته وحالته صعبة جدا وبيصرخ وبيقول: امسكوا السفاح المجنون، ضربني وعورني. الخدام جري واتصل بالنجدة، والجيران مسكوا الراجل المجنون. وفي اللحظة دي دخل كامل الشناوي وموسى صبري اللي كانوا جايين يزوروا محمد عبد الوهاب، ولما شافوا منظره جابوله دكتور على طول. وفي نفس الوقت مراته نهلة القدسي اتصلت بأم كلثوم وقالت لها على كل اللي حصل. أم كلثوم جت بسرعة ومعاها دكتور عيون، وقعدت معاهم في الشقة لحد الساعة 3 الفجر. ولما الفنان فريد الأطرش عرف الموضوع جاله أول واحد ودخل عليه وفضل يواسيه ويهزر معاه علشان ينسى اللي حصل. وأول ما الخبر انتشر شقة عبد الوهاب اتملت على طول بنجوم الفن والإعلام الكبار، من فريد الأطرش لعبد الحليم حافظ لمحمد حسنين هيكل ومحمد التبعي وحسين السيد. والمشهد ده أثبت قد إيه محمد عبد الوهاب كان محبوب من الفنانين، وقد إيه سبب قلق كبير في الوسط الفني ساعتها. حادثة الاعتداء على محمد عبد الوهاب ما كانتش لحظة عنف وعدت وخلاص، دي كانت لحظة ظهر فيها قد إيه الناس حواليه بيحبوه وواقفين جنبه، وبينت كمان قد إيه الوسط الفني وقتها كان فيه إنسانية وتكاتف حقيقي. ولولا تدخل القدر وسرعة تصرف السواق والجيران كان ممكن تتحول الحادثة دي لمأساة في حياة عبد الوهاب. ربنا يرحمه ويغفر له ويرحم جميع موتانا.